النهاردة هنعمل البسبوسة في أقل من 10 دقايق، والطريقة ناجحة جدا ومضمونة. حتى لو لسه مبتدئة هتطلع معاكي مظبوطة جدا وناجحة جدا. لو مشيت على نفس المقادير والطريقة بالظبط تطلع معاكي أحلى بسبوسة ومرملة جدا، وفي التقطيع هتطلع معاكي مظبوطة جدا، والشكل اللي انتي عايزاه هيطلع معاكي على التقطيع اللي انتي عايزاها. طعم حكاية وأحلى من الجاهزة من بره بكتير. أنا معتمدة دايما الطريقة ديت وبتطلع معايا مضمونة. يلا بينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير البسبوسه بتبقى سميد ودقيق وجوز هند. انا جايبه حوالي نص كيلو سميد، اخد معايا كوبايه دقيق متعدده الاغراض، ومعاها كوبايه جوز هند وكوبايه سمنه، والسكر حوالي تلت كوبايه سكر. اول حاجه هنقلب المكونات الجافه مع بعض. هننزل بالسميد، عليها الدقيق وجوز الهند، وهننزل عليها بنص معلقه بيكنج باودر، وهنقلب والسكر، وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض. الاول هننزل عليها بنص معلقه بيكنج باودر، هنقلب المكونات الجافه دي كلها كويس جدا مع بعض. بعد كده هنبتدي ننزل عليها بالسمنه. السمنه انا حاطه عليها معلقه سمنه بلدي، اديتها معاها نكهه كانها طعم السمنه البلدي، وبسستها كويس جدا. لما الخليط معايا البسبوسه شربت معايا السمنه كلها، هبتدي انزل باللبن حبه حبه لحد ما اوصل لقوام العجينه. مش العجينه المتماسكه قوي، لا، ان هي تبقى ماسكه نفسها، تبقى عجينه يعني ماسكه نفسها. تاخدي قطعه كده تبقى هي ماسكه نفسها وعجينه كويس جدا، وان هي كده مش محتاجه اي حاجه خلاص. اروح جايه مع سر الحلواني ان هي زي البسبوسه الجاهزه من بره كويس، بينزل عليها ب3 معالق عسل جلوكوز، ويعجنها كويس جدا مع بعض ان هي كل المكونات تدخلت وتماسكت كلها كويس جدا. هي كده جاهزه معايا تمام، حلوه قوي، وهتبقى احسن من الجاهزه من بره بتحدي. هنجيب الصينيه بتاعتنا وندهنها من تحت سمنه، وهننزل عليها برشه سميد، وننزل بالخليط بتاعنا العجينه بتاعتنا ونفردها عليها. وبعد كده بساوي الوش بتاعها بالميه، طبعا لازم تبقى متماسكه معايا كده بتلزق يعني. اروح جايه ابل ايدي ميه، واحاول اسويها بقى، اسويها وانا بله ايدي ميه، يعني غير كده هي مش هتتساوى معاكي. وتزينيها باللي تحبيه، بالمكسرات، مش عايزه تزينيها بلوز ببندق، زي ما اي حد تحبيها وتعملي. هي كده تمام معايا. بتدخليها الفرن على درجه حراره عاليه، يعني درجه حراره 200. واول ما تطلع من الفرن بيكوني محضره الشربات، بيكون سخن. مقادير الشربات: كوبايتين سكر لو عايزاها محليه، على 3 كوبايات ميه عشان تبقى شرباتها خفيف شويه. ولما 5 دقايق يغلي مع بعض، تنزلي عليها بعصره ليمون وتسقيها على طول وهي سخنه. والف هنا وصحه عليكم. مرمله جدا والطريقه ناجحه جدا. جربوها وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير عشان توصل لكم كل وصفاتنا وفيديوهاتنا الجديدة من قناة لمة العيلة. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العيلة. ولو حد حب اي وصفة او اي طريقة يقول لي عليها في الكومنتات، وان شاء الله هعملها لكم. السلام عليكم ورحمة الله.